قربت كيارة من سما وراحت نزلت بقلم جامد على وش سما حطت ايديها على وشها. كيارة. بصت لها كيارة بدموع. ازاي تعملي فيا كده يا اختي؟ ازاي جالك قلب وانتي بتحاولي تاخدي جوز اختك منها؟ سما الدنيا بتلف بيها ومش قادرة تركز في حاجة، وفضلت تهز في سما. ردي عليا، انتي ازاي تعملي فيا كده؟ ازاي يا سما جالك قلب داخلة تنتقمي مني انا وبابا؟ مش كده علشان بابا سابكم؟ بس بابا ما كانش يعرف بيكم. ردي عليا، ازاي تعملي فيا كده يا سما؟ سما وقعت على الأرض وهي فاقدة الوعي. بصت لها كيارة بصدمة. سما نزلت لمستوى أختها. سما اتعصب كاظم إنها فقدت وعيها دلوقتي وإن ممكن كيارة تشك في الأمر. في إيه؟ هي مالها؟ سما حصل إيه؟ سما أكيد بتمثل يا كيارة، مش لاقية حاجة تقولها، قالت تستغل عطفك. دي إنسانة قذرة قوي. أنا مكنتش عايزة أعرفك حاجة علشان بحبك يا كيارة. وكان عمال يرن على تليفون كيارة حورية. مسكت تليفونها وردت. الو يا كيارة، انتي فين؟ خرجتي ليه كده؟ حورية ساعديني، تعالي انا مش عارفة اتصرف. في ايه؟ انا في بيت كاظم وسما هنا كمان وفقدت الوعي. ايه؟ انا جاية حالا يا كيارة، قوليلي العنوان. طيب قالت لها العنوان. طيب ماشي جاية. قفلت معاها وقربت من كنان تعالى معايا بسرعة. في ايه يا حورية؟ نتكلم في العربية، مفيش وقت خالص يا كنان. حاضر. خرج بيها ركب العربية وهي ترن على معاذ ومكانش بيرد، رنت على ابوها مش بيرد. لازم يردوا. رنت على أسد كان تليفونه في جيبه وبص على الرقم. معاذ. دي حورية. يا حورية أنا موبايلي في المكتب مش معايا، طب افتح. ألو يا حورية. أسد. معاذ معاك؟ اديني معاذ بسرعة أو بابا. اه معايا الاتنين. هات حد فيهم بسرعة. وخد معاذ. ايه يا حورية في ايه؟ برن عليك من بدري. آسف بس موبايلي في المكتب، هو في حاجة ولا ايه؟ أصل احنا في اجتماع. خيارة كلمتني بتقولي إن هي وسما في بيت كاظم، وسما فاقدة الوعي، والمفروض إن سما تقابل كاظم النهاردة، وخرجت من شوية جايرة تجري زي المجنونة، حاسة إن في حاجة غلط. ايه؟ طيب أنا جاية حالا، انت فين؟ أنا مع كنان في العربية رايحين لهم يا معاذ. ماشي أنا هجيلك، قوليلي العنوان بسرعة. قالت له العنوان وقفل معاها. معاذ في ايه؟ سما وقاهرة في بيت كاظم يا حماية، الواضح إن في حاجة. ايه؟ أم محمد بسرعة. انتهى الاجتماع، نكمل بعدين. قربوا أسد وآسر. نيجي معاكم؟ لا يا شباب شكرا. لا ازاي، ما ينفعش نسيبكم، احنا جايين معاك انا واسد. خرجوا الاربعه بسرعه، ركبوا العربيه ومحمد كان قلقان وبص على تليفونه ولقى محاولات من سما انها تكلمه. سما حاولت تكلمني ومعاذ بص على تليفونه هو كمان. وانا كمان، ربنا يستر. ونرجع عند كيارة. ساعدني حط سما على الكنبه هنا. حاضر. حطوا سما على الكنبه وقربت منه. ايه اللي سمعته ده؟ فهمني كل حاجه. اختك عماله تلعب عليكي بقالها فتره وهي اصلا بتحوم حواليا وعماله تحاول توقعني. قولي الحق يا كاظم ارجوك، انا مصدقه الاقي الحاجات اللي كان نفسي اعيشها معاها هي وحوريه. انت سمعتي بنفسك كل حاجه يا كايرا، انا مقلتش حاجه علشان ما كنتش عايز علاقتك بيها تبوظ، وقلت اوقفها عند حدها. وصلوا كنان وحوريه. قبل ما نطلع لازم تفهميني يا حوريه. سما اكتشفت ان كاظم بيضحك على كيارة يا كنان وقررت توقعه وتكشفه قدامها، لان كل ما كانت تحاول تقول لها حقيقه كاظم ما كانتش بتسمع، فكانت عايزه دليل قوي لكيارة، واكتشفت ان كاظم عايز ينتقم من بابا وكيارة. اتصدم. ايه؟ ليه ما قالتش اساعدها؟ خافت محدش يصدقها لانكم لسه عارفينها من قريب فممكن تشكوا في كلامنا. ايه الجنان ده؟ غلط، يلا بسرعه. طلعوا يجروا على فوق ودخلوا الشقه وسمعوا كاظم وهو بيقول: اختك بتلف عليا من بدري، ومن ساعه ما عرفت اني متجوزك انتي وهي بتحاول تبعدني عنك باي طريقه، مش عايزه تشوفك مبسوطه. قرب كنان زي المجنون ومسكه ونزل فيه ضرب. حيوان، اوعى تقول كلمه واحده على حد من اخواتي، فاهم؟ جريت حوريه على سما ومسكت حوريه ايد سما. سما مالك؟ سما سما. وكانت مرعوبة عليها. مالها؟ ايه اللي حصل؟ قامت حورية زي المجنونة مسكت في كاظم من هدومه. عملت ايه في اختي يا حيوان؟ اتكلم. ابعدي عني، ما عملتش حاجة، هعمل ايه فيها؟ رجعت جريت على سما. ارجعي فوقي، ما اقدرش استحمل يحصل فيكي حاجة، ما صدقت لقيتك يا سما، انا ما كنتش عايشة قبل ما اعرفكم. وكانت بتعيط خوفا على اختها. وصلوا محمد ومعاذ واسد واسر ودخلوا جري في العمارة، طلعوا على الشقة بسرعة ودخلوا. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بص محمد لسما برعب. سما في ايه؟ عملت فيها ايه؟ ايه اللي حصل؟ حد يفهمنا. حورية كانت عمالة تفوق سما وسما بدأت تفوق وفتحت عينيها بضعف واستغربت من كل اللي حواليها. ايه ده؟ في ايه؟ واتعدلت بسرعة، بصت لكاظم وقيارة وهي مش فاكرة حاجة وقامت بضعف. ايه اللي حصل؟ قربت قيارة من سما. انت اللي تقوليلي ايه اللي حصل يا سما. مش فاهمة يا قيارة، ازاي تعملي في اختك كده يا سما؟ ما هونتش عليكي معقولة وانتي بتحاولي تخربي حياة اختك؟ انتي مجنونة، ايه الكلام ده يا قيارة؟ انا اخرب حياتك؟ سمعتك وانتي بتقوليله انك بتحبيه وانك مش قادرة تصدقي انه اتجوز وانه في حضن ست تانية غيرك. سما بصت لآسر وسرحت شوية وفي سرها: انا شربت العصير بعديها حسيت بحاجة غريبة. قفلت عينيها وافتكرت لما قال لها انا حبيبك آسر. اتضايقت سما لان فهمت ان هو عمل فيها فخ وانها تخيلت آسر وقالت اللي في قلبها ناحية آسر. انتي فاهمة غلط. قيارة ضربتها بالقلم. سمعتك بودني يا حقيرة وانتي بتقوليله كده، سمعت كل حاجة.
سما كانت مصدومة ومحمد مسك ايد كيارة. انت اتجننتي؟ بابا اوعى تقولي انك معاها ضدي. اه معاها لانها مع الحق، وده حيوان وبيضحك عليكي يا كيارة. الحيوان ده عايز ينتقم مني فيكي وهو نفسه قال كده. ثواني هثبتلك يا كيارة. راحت خدت التليفون من على الشاحن ولقيت تليفونها مفتوح. انا سجلت كل حاجة هنا، سجلت له بكلام. بدأت تفتح السجلات ولكن السجلات كانت فاضية. اتصدمت. ايه ده ازاي؟ بصت لكاظم ولقيته بيضحك بخبث. يا حيوان مسحتهم من عندي. لما بدأت سما تصدع راح مسك تليفونها بسرعة وحذف كل حاجة عليه وقعد يضحك. انا صايع قديم، مش انت اللي هتضحكي عليا. اسمعك انت بقى يا سما. وطلع كاظم تليفونه وسمع تسجيلات ليها وهي بتقول له وحشتني، وهي بتقول انها عايزة تنتقم من محمد وكيارة. كدب، الحكاية مش كده والله، كنت بضحك عليها علشان اكشفه ليكي يا كيارة، اوعي تصدقي. قربت من كيارة ومسكت ايديها. انا بحبك وبخاف عليكي، اوعي تقولي انك مصدقه كلامه يا كيارة. انا يمكن بقالي مده صغيره معاكي لكن بالنسبه لي هي مده كبيره. انا بحبك يا كيارة، انتي اختي. كيارة بصت لسما ودمعت عينيها. لو كان قال لي بنفسه ما كنتش هصدقه، لكن سمعتك بودني. معرفش قلت الكلام ده ازاي، بس الكلام ده ما كانش الكاظم. وبصت لآسر. كنت شايفاه حد تاني، كنت شايفه اني بقول الكلام ده لآسر، والله العظيم صدقيني. آسر بصلها وهو مصدوم انها لسه بتفكر فيه. كيارة، سما حكيت لي كل حاجة وأنا عارف بخطة سما. كدبت عليك يا بابا. مفيش الكلام ده، أنا كمان عارف كل حاجة. عايزة تعمل نفسها بطلة قدامكم عشان لو حد كشفها يا معاذ. لا يا كيارة، لا يا كيارة، أنا وسما أول بأول كنا بنحاول نوقعها، وأنا اللي قلت لسما على الخطة دي. لازم تدافع عن أختك يا حورية لأنها من نفس الأم والأب وأخوات بطن واحدة. كنان بصلهم. أنا كمان كنت عارف وكنت بساعد سما يا كيارة. حورية اتصدمت إن كنان وقف معاهم رغم إنه لسه عارف، لكن كدب علشان أخته تصدقه. حتى انت خدعوك يا كنان. سما ما بتكدبش، سما بتقولي الحقيقة. سما عمرها ما تعمل كده يا كيارة، افهمي. اللي بيحبك يأثر عليكي. غلطان يا آسر، ما هي زمان كدبت عليك بمسلسل بايخ انها ميتة وهي عايشة. دي حاجة ودي حاجة. احنا عارفين سما كويس، سما مع الحق وما تعرفش غير الحق يا كيارة، وسما ما حبتش حد غير آسر اصلا. هتحب جوزك امتى وفين؟ اوعي تكوني غبية يا كيارة. انا فعلا غبية يا اسد عشان صدقت انها بتحبني وكدبت كلام امي لما قالت ان اخواتك دولت اكيد هيطلعوا من غير شرف زي امهم. محمد نزل بالقلم على وش كيارة. اوعي تغلطي يا كيارة في اخواتك، اوعي. كيارة مسكت وشها بصدمة. بابا. قرب كاظم منها ومد ايده ليها. دلوقتي لا تكوني معايا ونتجوز في اقرب فرصة وتصدقيني يا صدقي اختك واهلك يا كيارة، اختاري. هزت سما دماغها. لا يا كيارة اوعي تعملي كده، كل حاجة عملتها كده علشانك. صدقيني ده حيوان كدب عليك وهو عايز ينتقم منك ومن بابا، وجات له الفرصة ينتقم مننا ويوقعنا في بعض. بصت كيارة لاخواتها كلهم ولابوها وتبص لكاظم. انا بحبك يا كيارة، وسمعتي بنفسك هي كانت بتقول لي ايه وانا عمالة ارفضها ازاي. كيارة مسكت في ايد كاظم. مصدقاك يا كاظم، من النهارده انا ما عنديش اخوات بنات ولا عندي اب لانه وقف مع بناته ومش معايا، ولو انت معاهم يا كنان مش عايزه اعرفك انت كمان. بصت لها بصدمه وكلهم اتصدموا منها وضحك كاظم بكل شر. اطلعوا بره، مش عايز اشوف حد فيكم. انت مجنونه، ازاي تصدقي الكلام ده على اهلك واخواتك وتبقي مع واحد زي ده؟ كداب. الحب اللي يخليكي تبقي مغفله ما يبقاش حب يا كيارة، افهمي. مالكش صالح، انت مين يا اسد عشان تتدخلها؟ يلا بقى اطلعوا علشان الصراحه صدعت منكم. امشوا من بيتي. انا مع مراتي وهتجوزها في اقرب فرصه. خرجوا كلهم من الشقه. وخرجهم كلهم من الشقه. لا تعالي معانا، ما ينفعش تكوني معاه لوحدك، والله العظيم كداب، انا عملت كل ده علشانك يا كيارة. قفل الباب في وشهم بسرعه وقعدت كيارة على اقرب حاجه بسرعه وحطت ايديها على دماغها. هنسيبها معاه ازاي يا بابا؟ امشوا وانا هفضل هنا واقف قدام الباب، لو سمعت اي حاجه هكسر الباب فوق دماغه سيادتك. لا يا اسد، مالكش ذنب تفضل هنا، هي اختارت الطريقه خلاص. خليها تشرب. لا انا هفضل. وفضل فعلا اسد ونزلوا كلهم على تحت وفي حاله صدمه ومش مستوعبين انها تصدق كلامه هو، وكانوا في حاله من الصدمه. ركبوا العربيه وسما كانت منهاره. انا السبب في كل ده. انت ذنبك ايه يا سما؟ هي واقعه في الحب للاسف، مش قادره اسيبها معاه. كيارة قوية ومش ضعيفة، يمكن الحب مخليها ضعيفة لكن المبادئ عندها عمرها ما تتنازل عنها. مشوا هما متضايقين قوي من اللي بيحصل ده، وعند كيارة فوق قعد جنبها كاظم. حبيبتي. وحط ايده عليها. انا عارف انك مصدومة بس مش مهم، انا معاك اهو يا حبيبتي. ولسه هيقرب منها بعدت عنه وقامت خدت الشنطة. رايحة فين؟ ماشية. خرجت بسرعة وهو ضحك بخبث. زي ما خططت بالظبط، سوري يا سما لكن انت غبية. خرجت تجري وقرب منها اسد. كيارة استني. انت عايز مني انت كمان؟ فكري في كلام اختك واوعي مشاعرك تتغلب عليك يا كيارة، مش كل اللي بنحبهم صادقين في كلامهم. في ناس للاسف بتستغل الحب ده ضد صاحبه. بصت لاسد. وانت ايه اللي مخليك متاكد منها كده؟ دي باعت صاحبكم. باعته مجبره علشان تحميه. سما عشرة سنين، قبل ما تحب آسر كنا اصحاب مقربين، وبعديها بقت حبيبه صاحبي، ولما رجعت احنا برضه في ظهرها. اوقات ثقتك دي ممكن تكون غلط يا سياده المقدم. ومشيت من قدامه وراحت ركبت العربيه ووقف قدام عربيتها. هتروحي فين طيب؟ ما اظنش انك ليك دعوه يا سياده المقدم. كيارة بلاش عندي، ابعد عن وشي. لا. وركب العربية معاها. اطلعي يلا او انزلي واسوق انا. لا. اخلصي.
فتحت في العياط وانهارت. تمام. نزلت وهو راح ساق بيها العربية وكانت عمالة تعيط وطلع لها منديل. امسحي دموعك، متأكد انك من جواكي مصدقة كلام اختك، لكن الجزء اللي بيحب رافض يخليكي تصدقي. بصيت له بحزن وقفلت عينيها بوجع. مش قادرة اتكلم، روحني. على القصر؟ لا، عند ماما. بلاش دلوقتي، هتخليكي تكرهي اختك اكتر. مش راجعة على القصر. خلاص تعالي القصر عندنا واهدي، ولو رحتي لمامتك دلوقتي هتخليكي تصدقي كل الكلام اللي اتقال على اختك. انهارت اكتر. مش قادرة. استني اطمنهم عليكي. ورن اسد على محمد. كيارة معايا دلوقتي، ايه رايك سيادتك هنخليها معانا في القصر النهارده تهدى بعيد عنكم؟ ماشي يا اسد، شكرا ليك يا ابني. مفيش حاجة، حضرتك زي بابا. وقفل معاه واطمن على بنته ورجعوا القصر محمد والبنات ومعاهم كنان، وكانت سما منهارة. وأسد خد فعلا كيارة على القصر عندهم وقعدوا في الجنينة. فكري بعقلك مش بقلبك يا كيارة، علشان قلبك هيطلب منك تصدقي حبيبك، لكن عقلك هيبدأ يرتب الأحداث ويبدأ صح ويفكر صح ويحكم الأمور. اسمعي كلامي، أنا عايز مصلحتك. اوعي تظلمي أختك يا كيارة. فضلت تعيط أكتر. مش قادرة أصدق، عارف يا أسد ايه يا كيارة، انا حبيت سما وحورية قوي كانهم اخواتي من بابا وماما، وكاننا طول عمرنا مع بعض. مش قادرة اصدق. يبقى احساسك صح، طالما احساسك حبهم يبقى علشان هم كمان حبوكي. عارفة لو هم مش صادقين في مشاعرهم ليكي ما كنتيش حبيتيهم. القلب بيحس على فكرة. وعند سما كانت قاعدة منهارة وتعيط في حضن حورية ولمار. اهدي يا سما، هتعرف كل حاجة وهتعرف انك عملت كل ده عشان تحميها. تفتكري؟ طبعا يا سما. قرب ابوها وقعد جنبها. سما احكي لي اللي حصل بالظبط. بدأت تحكي له لما شربت العصير، ومن بعديها وهي مش عارفة حصل كده ازاي. حطلك حاجة في العصير ده. ده ممكن يفيدني يا سما. ازاي؟